إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة ستور تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم سوف نتحدث فيه عن أخطر مرض قد يصيب دورة التسمين. فكثيركم يتساءل عن هذا المرض، وهو بكل بساطة مرض الجونبورو أو ما يعرف بالABD. سمي بالجابورو تبعا للمكان الذي اكتشف به، وأول ما ظهر في سنة 1957. المرض يصيب أساسا الجهاز المناعي في الطيور ويهلك الخلايا اللمفاوية. الإصابة في الطيور تكون تحت عمر 21 يوم. المرض يعمل على تثبيط كامل للجهاز المناعي، أي لا يستعيد الجهاز المناعي نشاطه مرة أخرى. بعبارة أخرى، إذا أصيب الطائر تحت عمر 21 يوما فالجهاز المناعي للطائر يفقد حيويته ويفقد نشاطه بالمرة. أما فوق عمر 21 يوم قد يحدث شفاء ويستعيد الجهاز المناعي قدرته مرة أخرى. أما الطيور التي تصاب بالعدوى فهي دجاج التسمين والبياض والقطعان البلدية كالفيوم والساسو. وتنتقل العدوى رأسيا، بينما تنتقل العدوى أفقيا عن طريق الاتصال المباشر، أي الاحتكاك بين المصاب والقابل للعدوى، والغير المباشر عن طريق الزوار أو الغذاء والماء الملوث بالفيروس. كيف نعرف أن هذا المرض قد أصاب القطيع؟ فأعراض المرض تظهر فجأة ويصبح القطيع عصبيا، والكتاكيت المصابة يظهر عليها الخمول وانتفاش الريش، ويقل معدل سحب العلف، ويرقد الطائر على الأرض ويطأطئ رأسه لأسفل وهو إسهال، أو يؤدي كذلك إلى إسهال أبيض اللون. منطقة المجمع تبتل نتيجة الإسهال المستمر، وإجهاد نتيجة فقد الأملاح المعادن ونتيجة للإسهال. أما بخصوص فترة المرض فهو من يوم إلى 6 أيام، وتقل معدلات النفوق، ومنحنى النفوق له شكل مميز، ويلاحظ أن بدار التسمين أكثر تأثرا بالمرض وعدوى بالجونبورو. يجب تشريح كل الطيور النافقة، ونجد أن هناك التهاب في الأمعاء، نقط نزيفية على العضلات الفخذ وعلى عضلات الصدر، نقط نزيفية في الخط الفاصل بين المعدة الغدية والقونصة. والنوع المسبب لهذا العرض يعرف بالكلاسيكال، بينما العثرات المتحورة تحدث نقط نزيفية في 1/3 الأسفل من المعدات الغدية، نقط نزيفية في غدة البرصة، وتكون مميزة للمرض حيث تتضاعف البرصة لضعف حجمها وتتغطى بمواد مخاطية لزجة من الخارج، ويختلف لونها من الأحمر الفاتح إلى الأحمر الغامق من الخارج. هذا المرض موجود أساسا في مصر، وهو من أحد الأمراض المثبطة للجهاز المناعي، ويتم الوقاية في قطعان التسمين إذ يتم التحصين بجرعتين، الأولى على عمر 10 أيام بجرعة متوسطة الضروة، والثانية على عمر 15 أو 20 يوم بجرعة ABD شديد. لا يوجد تحصين اضطراري ويتم علاجه إعراضيا. الخمول يعطى جرعة فيتامين، والتهاب في الكلي وترسبة اليورا يعطى مدررات للبول مثل سيترات الصوديوم أو سيترات البوتاسيوم بمقدار جرام 1 في اللتر ماء شرب لمدة 3 أيام. منشطات للجهاز المناعي مثل فيتامين ه، سيلينيوم، ويكون التركيز لا يقل عن 15%. حلقتنا لهذا اليوم انتهت. نتمنى متابعينا أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.